التلاميذ المتمدرسين من مختلف الأطوار، مستثمرا أوقات فراغهم في ممارسة كرة القدم وصقل مواهبهم داخل بيئة تربوية هادفة، وسط دعوات لتوفير المزيد من الدعم من السلطات والجهات الممولة. التقرير لعثمان إبراهيم. في مدينة مستغانم يبرز النادي الرياضي الشباني لوداد مستغانم كحاضنة حقيقية للطاقات الناشئة، حيث يجمع بين حب كرة القدم والتربية السليمة، ويستقطب التلاميذ المتمدرسين من مختلف الأطوار لتوفير فضاء آمن يجمع بين الدراسة والرياضة. احنا رانا في هذه الفئات منذ سنين، وحنا ماذا بينا التربيه هي صدير هي الاولى، وباش يخرج جوار اللي يكون مربي صدير، يكون مربي ويكون واجد هذا الفريق، ماذا بينا يكون خزان للفريق الاكابر، بصح باش يكون كاين هذا الخزان يلقى الدعم، وهذا الدعم يكون من السلطات ولا من المسيرين اللي فهمت يعاونونا ويقفوا معنا. يركز النادي على استثمار أوقات فراغ التلاميذ في ممارسة الرياضة وصقل مواهبهم داخل بيئة تربوية هادفة. عندنا مواهب في كاع الفئات، الفئات الصغرى وحتى الفئات تاع الكتاكيت والبراعم، عندنا شبان، عندنا مواهب سواء اللي لقلم التوجيه، لقلم التطوير، لقلم الناس اللي توقف معهم، الاستمراريه في العمل ثاني، اختيار ثاني المربي يكون في الكفاءه، تكون كفاءه ثاني يكون في يد امنه. ورانا نلاحظوا باللي كاين انضباط وكاين التربيه وكاين لاعبين راهم صاعدين معايا في الفريق، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. ورانا مع مدربين في مستوى، ورانا نخدموا وراهم طايحين وينوضوا يطيحوا وينوضوا على جنة، وان شاء الله نفرحوهم ان شاء الله. غير ان استمرار هذه الرسالة النبيلة يحتاج الى دعم السلطات المحلية والجهات الممولة حتى يواصل النادي مهمته في تكوين جيل طموح يرفع اسم مستغانم عاليا في المحافل الرياضية.